أنا والله أقول الكلام ده وما أخاف من زول. إنها إفرازات الفقر، فقر الضمير وفقر الموارد، اتلمن اثنين. فقر في الضمير، فلس في الجيب وفلس في الأخلاق. تنتظروا شنو؟ ناس لا أخلاق لا مال، حيسوي شنو؟ يقتل وينهب ويمشي تشاد ويجيب 1000 عربية ويغزو الخرطوم. شنو يعني؟ يموت من يموت ويهلك من يهلك ليصل هو إلى السلطة على جماجم الناس ودمائهم وأشلائهم. مش دي مفرداتنا؟ لا يغرنكم هذا التماسك الظاهر للمجتمع. إذا كان الحقد في النفوس فإنه قنابل ولكنها موقوتة وقد تنفجر في يوم من الأيام. ولا تنسون أحداث الاثنين التي أعقبت هلاك قرن. إن معظم الذين كانوا يحرقون ما هم من النصارى ومن الجنوبيين فقط، حتى كثير من الشماسة من المسلمين الذين لا مأوى لهم إلا المجاري ولا بيوت لهم إلا سقف السماء، ويلتحفون أيديهم. تلقوهم راكدين جنب الحوادث في الأسواق، راكدين نايمين. اللي بيقولوا علينا الشماسة لأن الشمس ضارباهم. اللي بيقولوا علينا أولاد الشوارع الذين يبيعون عند الأسطبات ويمسحون العربات